اول بارت اللوكيشن. بس عشان اجاوب على اللوكيشن تعالى نعرف حركه الملاحه في العالم ماشيه ازاي. ايه اكتر دوله بتصدر في العالم؟ الصين. طيب ايه اكتر دوله او اكتر دول بتستورد في العالم؟ اوروبا وامريكا. امريكا قايمه على الاقتصاد الخدمي اكتر ما بينه الاقتصاد الانتاجي. تمام. طيب الصين وكوريا واليابان وفيتنام والهند السفن بتاعتهم بتتحرك ازاي عشان تروح اوروبا وامريكا؟ السفن بتاعتهم بتخرج تروح الخليج العربي على ميناء جبل علي اللي بتديره شركه دبي الاماراتيه او دبي مواني دبي العالميه. دي بتعمل عمليه الصيانه وشحن والتفريغ، وبعد كده تخلص من جبل علي السفن تدخل على مضيق باب المندب، تعدي على البحر الاحمر، تطلع على قناه السويس، من قناه السويس تبتدي تتفرع السفن اللي تروح اوروبا او تروح امريكا. كويس كده؟ طيب بعد كده جالنا فكره كويسه جدا. لما السفن تكدس السفن دي بتروح عند قناه السويس، كان لازم السفينه عشان تعدي لازم تستنى السفينه اللي فوق دي تعدي وبعد كده دي تعدي، والسفينه الثانيه اللي عايزه تخش دي تعدي وبعد كده دي تخش. فكان خط قناه السويس خط واحد رايح جاي. طيب لما تم قناه السويس الجديده الحمد لله بقى في خطين رايح وجاي، ده وفر 18 ساعه، وبعض الاحيان بيوفر يوم ونص. طيب بالنسبه للحاويات الكبيره دي والدول اللي بتصدر في العالم كله، لما توفر لها يوم او يوم ونص ده معناه مليارات الدولارات تم توفيرها على الشركات دي. عشان كده بقى قناه السويس بيمر عليها ما بين 25 ل 35% من حاويات العالم. فاذا كانت قناه السويس بتدخل 4.5 مليار في السنه، اصبحت بتدخل 9.4 مليار في السنه. يعني ضاعفنا اقتصاديا قناه السويس، الارباح بتاعتها اتضاعفت. طيب تم استخدام قناه السويس الجديده او التفريعه الجديده، تم جنبها عمليه من انجح المناطق اللي كانت فكرها المفروض يحصل من زمان جدا، وهي المنطقه الاقتصاديه. يعني ايه بقى المنطقه الاقتصاديه دي؟ تستقطب كل الشركات الكبيره في العالم والمصانع، بحيث ان هي تيجي تفتح مصانعها عندنا بامتيازات جمركيه وبامتيازات ضريبيه. كويس كده؟ دلوقتي بقى مين بقى موجود في المنطقه الصينيه، المنطقه الروسيه، المنطقه التركيه، المنطقه الالمانيه، زي شركه مرسيدس ولادا وهاير وشركات ملابس خاصه بتركيا. ده في المنطقه الاقتصاديه. فكده اصبح قناه السويس خطين وفي جنبها منطقه اقتصاديه، وقناه السويس ضعفت ارباحها. كويس. ننزل بقى تحت شويه. العين السخنه، ميناء العين السخنه. طب دلوقتي احنا قلنا السفن كلها بتروح عند الخليج العربي تعمل عمليه الشحن والتفريغ والصيانه في جبل علي في الامارات، وبعد كده ترجع تاني تخش باب المندب وبتعدي على العين السخنه وبعد كده تطلع على قناه السويس. طيب ليه ما نستفيد بميناء عين السخنه؟ ميناء عين السخنه كان طول الرصيف بتاعه 5 كيلو، فكان بيستقبل عدد سفن معينه، والمنطقه ما كانتش كبيره، الميناء نفسه ما كانش كبير. فحصل ايه دلوقتي؟ مصر تعاقدت مع شركه مواني دبي العالميه اللي بتدير جبل علي ان هي تدير ميناء العين السخنه، فتم توسيع الرصيف الخاص بميناء العين السخنه من 5 كيلو ل 23 كيلو، يستقبل عدد سفن اكتر بكتير جدا، اضعاف مضاعفه. طيب لما بيجي عمليه الشحن والتفريغ والصيانات للحاويات الكبيره او السفن الكبيره لنقل البضائع، ما بتيجي بتعمل مثلا الشحن والتفريغ والصيانات بتاعتها على يوم ويومين وثلاثه، بعض الاحيان توصل لاسبوع. طب دلوقتي طاقم السفينه الكرو ده هيقعد فين؟ عقبال ما يتم عمليه الصيانه والشحن والتفريغ. عشان كده اتنشأت منطقه الجلاله، منطقه فيها فري زون، تمام، زي منطقه حره كده، وفيها كمان نايت لايف وداي لايف. نايت لايف زي في سينمات، في فنادق، في تليفريكس، وفي حاجات كتير جدا جدا، الممشى الجبلي. والداي لايف احنا بنتكلم اصلا في عدد من الاكوا باركس كتير جدا، وطبعا الفنادق ومرسى اليخوت والحاجات دي كلها تم في منطقه الجلاله. طب دلوقتي المستثمرين دولت لما يحبوا يخلصوا ورقهم ويبتدوا ان هم يتعاقدوا على مثلا مصانع او شركات او ايه اللي بيحصل؟ فدلوقتي بقى في جنب الميناء عين السخنه القطار السريع، قطار الكهرباء السريع، ده سرعته 250 كيلو في الساعه، ده بيوصل للعالمين في ساعتين، بيوصل لاسكندريه، ميناء اسكندريه في 45 دقيقه اللي هو اكبر ميناء في مصر، وبيوصل لاسوان في 4 ساعات. القطار ده ركاب وبضائع. فحضرتك كمستثمر السفينه بتاعتك بقت موجوده في ميناء العين السخنه، انت ممكن تنقل البضاعه بتاعتك بشكل سريع جدا جدا، تنقله من ميناء العين السخنه للعالمين، يطلع على امريكا او يطلع على اوروبا او لاسكندريه ويطلع على اوروبا او لاسوان ويتصدر لافريقيا. فانت عملت حركه البضاعه نفسها بقت اسرع بكتير جدا. طب دلوقتي لو المستثمر ده عايز يخلص ورق، الاول كان بيروح القاهره صلاح سالم وزاره الاستثمار، بعد كده يطلع على وسط البلد لوزاره الداخليه والعدليه وانسوان.
فدلوقتي انت دلوقتي موجود في العاصمه الاداريه على بعد 65 كيلو ما بين العاصمه الاداريه والعين السخنه، بالقطار السريع اللي انا لسه بتكلم عنه اللي سرعته 250 كيلو في الساعه، فانت هتوصل العاصمه الاداريه تقريبا في ربع ساعه. فتخيل كده حضرتك كمستثمر نزلت، رحت ركبت القطر السريع، ربع ساعه بقيت في العاصمه الاداريه، رحت الحي الحكومي، خلصت كل اوراقك الخاصه بالهيئات زي الاستثمار والماليه والحاجات دي كلها. بعد كده ممكن كمان تطلع على السفاره بتاعتك في الحي الدبلوماسي الموجود ما بين الار 7 والار 8 فهتخلص برضو لو ليك ورقه او حاجه خاص بسفارتك هتخلصها وترجع تاني في ربع ساعه. يعني باختصار شديد كده انت ممكن رحله المستثمر بقت في ساعتين، ساعتين ونص، 3 ساعات بالكتير قوي، بيخلص كل حاجته ويرجع تاني. طب حب يبقى يعني يبات، هيبقى في شقق فندقيه موجوده بالعاصمه الاداريه. فانت كده خليت المستثمر مستريح، عملت له عمليه الديجيتاليزيشن ان انت ميكنت كل اوراقه فخلص حاجته بسرعه. طب دلوقتي لو المستثمر ده حب يفتح شركه، عندنا مولات كتير جدا موجوده بالعاصمه الاداريه. طب حب يفتح مصنع، هيكون في المرحله الرابعه بالعاصمه الاداريه اللي هي هيكون ما بينها وما بين ميناء العين السخنه سور شجري، المرحله الرابعه للعاصمه الاداريه منطقه المصانع. طيب خلاص المستثمر كده خلصناه. نطلع على قناه السويس. دلوقتي قناه السويس جنبها منطقه اقتصاديه منطقه اقتصاديه دي فيها مصانع. المصانع دي مش هتكون عايزه شركات، مش هتكون عايزه اماكن خدميه ليها. ايه اقرب اماكن خدميه او تقدر ان هي تاخد مقرات لشركاتها فين؟ العاصمه الاداريه. طيب قناه السويس، قناه السويس هي مش بس ممر ملاحي، هي كمان بيمر عليها اكتر من 17 كابل انترنت بيمر من عليها بيغذي 60 دوله حوالين العالم. مصر اكتر تاني دوله في العالم بيعدي عليها كابلات الانترنت. فبالتالي انت ربطت كابلات الانترنت دي بمنطقه الداتا سنتر اللي عندك. في العاصمه الاداريه عندنا منطقه داتا سنتر، وفي اكتر من منطقه داتا سنتر موجوده في مصر، بس حاليا دلوقتي خلينا في العاصمه الاداريه اللي في الداون تاون. الداتا سنتر بتاعتها دي على بعد او على عمق 15 متر خرسانه تحت الارض، وباستثمارات عدت ال 700 مليون دولار، بخوادم صغيره، حجم صغير، بكفاءه اعلى. فبالتالي انت حضرتك حركت عمليه الانترنت في العالم كله. عندك دلوقتي حاجه اسمها اقتصاد الجيمنج، وان انت كمان ممكن شركات ودول تانية تأجر عندك خوادم او سيرفرات من عندك انت عشان انت خلاص بقيت قريب لافريقيا. يعني مثلا فيسبوك لو جت خدت سيرفر عندك فده حاجه كويسه جدا، لان انت كده يعني هتغذي افريقيا، بدل ما كنت بتعمل الاوردر يروح للخادم او للسيرفر في امريكا ويرجع لك تاني على موبايل. دلوقتي انت بقى عندك اوريدي الاوبشن ده. فانت ربطت قناه السويس بممر الملاحي وممر الكابلات الانترنت. ده بخصوص اول بارت من الاجابه الخاصه باللوكيشن بس بتاع العاصمه الاداريه، ان هو هنا، ان هو بيخدم على ميناء العين السخنه والقطار السريع، وبيخدم على قناه السويس والمنطقه الاقتصاديه.